السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالي النهاردة اشاركك يومي من اول ما صحيت لاخر اليوم. تمام، هنشوف هنعمل ايه مع بعضينا النهاردة. عملنا الشاي بلبن، وبعد كده عملت طبق بطاطس مقلية. ويلا نبدأ، هنشوف هنعمل ايه في يومنا. يلا بينا. اول حاجة بدأت فيها دخلت كده على الركنة. الاكياس دي بصراحة بقالها فترة ما اتغسلتش، فنويت ان انا اغسلهم النهاردة. ابدأ اطلع اكياس المخدات بالشكل ده. انا قايمه النهارده، انا عارفه انا هعمل ايه، وناويه على كذا حاجه كده هنشوفها مع بعض في الفيديو ان شاء الله. بعد كده بقى ملينا الغساله الصغيره الحلوه دي. بتسعفني بصراحه في حاله اي، يعني مثلا لو ما فيش ربس ولسه ما جبتهوش، في عطل في الغساله، فدي بصراحه بتسعفني. في غيارين صغيرين كده مش مستاهلين ان انا احطهم في الغساله الكبيره، فطبعا بشغلها وبعد كده ايه، بغسل عليها اي غسيل خفيف. تمام. بصراحة جميلة ومنجزة في نفس الوقت. هنا طبعا حطينا اكياس المخدات زي ما احنا شايفين كده. هغسلهم واشطفهم، وبعد كده نشرناهم، ومش هياخدوا حاجة، هينشفوا بسرعة. وبعد ما نشفوا طبعا خدتهم وبدأت ان انا اكيس الخديات بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. انا عايزة اقول لكم كانوا ريحتهم جمال. انا بحب غالبا الغسالة الصغيرة دي علشان بتخلي ريحة الغسيل فيه بصراحة. وفي نفس الوقت انا نشرتهم وشلتهم على طول، يعني ما خلتهمش فترة على المنشر. طبعا انتي ممكن لو حابة مثلا تعملي زيي، ممكن طبعا تاني يوم تعملي الخطوة دي. يعني انتي هتغسلي وتنشري، لو ما فيش وقت ممكن تاني يوم بتنظمي ركنتك او الكنب بتاعك. يعني كل واحد يا بنات حسب قدرته وحسب وقته. تمام، يعني مش لازم تعملي زيي. بعد كده بقى نظمتهم بالشكل زي ما احنا شايفين ده كده. انا غالبا كمان مش بحطهم بالشكل ده، غالبا بحطهم جنب بعض كده. تمام. بعد كده بقى كان في شوية بقية الغسيل خدتهم وبدأت اطبقهم بالشكل ده. بجد اليوم ده كان مريحني بطريقة ان انا استعنت كده بالله، وبدأت كده اعمل حاجتي اول باول بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. تمام. الغسيل ده لو ما طبقتوش اول باول بيتراكم عندي بطريقة فظيعة وبكسل عنه بصراحة. فانا اتشجعت معاكم كده وطبقته. تاني حاجة بقى دخلت على المطبخ، كانش عندي سمنة سايحة. طلعت السمنة بتاعتي تسيح بالشكل ده كده. دي كده يا بنات في اول مرحلة ان هي كده لسه بتسيح. نركز بقى مع بعض في تسييح الزبدة. تسييح الزبدة دي غالبا الاول كانت ماما او اختي هي اللي بتعملها لي بصراحة. لحد ما اتعلمت كده، ما انا لازم اتعلم برضو. طبعا اول مرحله ان هي ساحت، بعد كده بقى بتبدا ان هي تتقدح، او بتاخد درجه الغليان وبتصفى بالشكل ده. طيب اعرف منين بقى ان هي كده تمام؟ شايفين الرغوه البيضه اللي على الوش دي؟ لما تاخد لون ذهبي، الرغوه دي اللي انا بوريها لك دي، لما تاخد اللون الذهبي يبقى هي كده تمام. وتصفى خالص يا بنات، ما تبقاش فيها الرغوه الكتير دي. هنشوف كل حاجه مع بعض. شايفين؟ هي كده خلاص خدت اللون المناسب اللي انا عايزاه. وهنزلها من على النار. شايفين السمنه بتاعتي صفيت خالص، وبقول لك هنا ان الرغوه بدات خلاص، هي كده دهبي. تمام. هبدا بقى انزلها، ولما الزبده بتاعتي كمان تسيح نزليها من على عين البوتاجاز علشان هي هتفضل
اكتر من دقيقة بتستمر في الغليان. شايفة انا هنا نزلتها من على البوتاجاز وهي لسه برضو بتغلي، فما لو حطيتيها على عين البوتاجاز وطفيتي هتتحرق منك او هتغمق منك. تمام. هنا بقى طبعا جبت المصفى والحله اللي انا هصفي فيها، وبدات اصفي السمنه بتاعتي. شايفين لونها عامل ازاي؟ وهنشوفها مع بعض تاني كمان لما تجمد ان شاء الله. انا هنا هدخلها التلاجة. بعد كده بقى هشوف الغدا بتاعنا. انا هنا رحت منظمه، جبت صينيه كده وطلعت الطماطم والبطاطس وبصلايه وقرنين فلفل، وقررت انا هعمل ايه النهارده في اليوم بتاعي علشان ما الفش كتير في المطبخ. سميت الله كده وبدانا نفرم الطماطم بتاعتنا. تمام يا بنات، هاخد منهم معلقتين. اول حاجه اللي هاخد منهم معلقتين احطهم على الشوربه. طبعا الشوربه بتاعتي الميه غليت، وبدات احط الفراخ بتاعتي وهنحط عليها بصل، ورق لوري وحبهان، كام حبايه محترمين كده، وفلفل اسود وملح. طبعا مع الفراخ بنحط الملح في اول ما بنسقطها عادي جدا، لان هي بتاخدش وقت. وخدتي بالك من معلقتين الطماطم المعصورين، مهمين جدا يا بنات في الفراخ. انا بحب احط الطماطم المعصوره للفراخ بصراحه، بتخلي الشوربه صافيه وهتشوفيها معايا كمان. هنا بدات اصفي الطماطم بتاعتي عشان ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه بطاطس. صينيه البطاطس بتاعت النهارده آه، هعملها معاكم بطريقه مختلفه شويه. بس بصراحه انا لما جربتها مره واتنين وتلاته عجبتني، وحاسه ان فيها طعم مختلف. تمام، هنتابع مع بعض كده نشوف هنعملها ازاي. جبت البصلايه بتاعتي قطعتها جوليان زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده جبت البطاطس، طبعا وضفتهم ورا الكاميرا. وجبت البطاطس بتاعتي قطعتها تقطيع سميك. يبقى انا اول حاجه عملتها عصرت الطماطم وصفيتها وخليتها على جنب، وبعد كده قطعت الخضار بتاعي. انا بحب قوي لما ادخل المطبخ انظم حاجتي اللي انا هعملها. بجد لو انا ما نظمتش حاجتي بتوه. انا واحده من الناس بتوه وبتضايق. فانا هنا بدات انظم حاجتي، خليت عصرت الطماطم وقطعت البصل والبطاطس، وكان عندي كده قرنين فلفل قطعتهم. تمام يا بنات. هنا بقى هوريك الزبده بتاعتنا. هنا بقى يا بنات دي السمنه بتاعتي اللي انا سيحتها بعد ما جمدت. شايفين عامله ازاي جميله؟ شايفين لونها؟ شايفه الترميله بتاعتها تحفه. جبت بقى طاسه على النار، حطيت المعلقتين من السمنه ومعلقه كبيره من الزيت. الزيت ده مهم جدا، يعني اهم حاجه الزيت في الاكل. انا بحب احط معلقه الزيت، انا قلت قبل كده، علشان بتدي لمعه كده للاكل بتاعنا. وبعد كده نزلت بالبصل والفلفل وهنديهم تشويحه كده او تقليبه سريعه كده على النار. تمام. تمام. بعد كده بضيف بقى التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي اي توابل انت بتفضليها. التوابل بتاعتنا كانت هنا عبارة عن ملح وفلفل اسود وكمون وسبع بهارات، وكمان مننساش البابريكا، دي اساسي في اكلاتنا. بعد كده بنقلب التوابل مع البصل والفلفل، وعادي خالص بقى هشتغل على صينية البطاطس. هنزل بالبطاطس بتاعتنا والطماطم. بس اهم حاجة، اهم خطوة تشويحة البصلة دي مع التوابل بتفرق جامد. بعد كده طبعا بننزل بالبطاطس، ناخدها برضو تقليبه كده مع البصل والتوابل. تمام. ومعانا الطماطم المصفيه بتاعتنا، واسيب طبعا كل الكلام ده ياخد كده غلوه على النار. نسينا بقى كمان هنا فصين التوم. فصين التوم دول ممكن يتشوحوا مع البصل، بس انا هنا نسيتهم وحطيتهم اخر حاجه، بس كان الطعم تمام، مفيش اي مشكله في الاول زي في الاخر. عندي هنا الفراخ بتاعتنا بقى بدات اصفيها. شايفين الشوربه عامله ازاي؟ فانا في الفراخ ما بحبش احط الطماطمايه متقطعه، بحب احط عصير طماطم. جربي الطريقه كده وقوليلي. حلو قوي. شايفه انتي اصلا شكل الشوربه حلو قوي. هنا بقى كده خلاص الفراخ بتاعتي اتسلقت والبطاطس بتاعتنا خدت غلوه. جبت بقى الصينيه اللي انا هدخلها الفرن، وبدات احط فيها البطاطس بتاعتي.
زي ما احنا شايفين كده يا بنات. واحط عليها معلقتين او كوبايه من الشوربه للناس اللي بتشكي ان البطاطس بتاعتها بتنشف في قلب الفرن، علشان ما فيهاش سوائل كتيره. فيستحسن تحطي شوربه، ولو ما فيش شوربه بنزود ميه. تمام. بعد كده طبعا حطيت الفراخ وبدات ادهنها بس بنفس الصلصه بتاعه البطاطس، وندخلها الفرن، وهناخد احلى صينيه بطاطس. وده شكل البطاطس بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. وده كان يومي النهارده يا بنات، يا رب يكون عجبكم. اهم حاجه ما تنسينيش في اللايك واشتراك للقناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.